انتقد نجم الكرة المصرية سابقا محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المغربي يوسف الناصيري، ووصف تحركاته طيلة المباراة بالضعيفة وغير المفهومة. وأضاف أبو تريكة وهو يقوم بتحليل أداء أسود الأطلس عقب تعادلهم السلبي أمام وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا، بأن النصيري لم يعطي حلولا كثيرة لخط الوسط وبالتالي استغلال الهجمات المرتدة. ووفق لاعب الأهلي المصري السابق، فالمدرب وليد الركراكي عليه تحسين من الأداء الهجومي وخط الوسط. وانتقد أبو تريكة بشدة أداء عبد الصمد الزلزولي الذي قال إنه حاول فعل كل شيء في كرة القدم ما لم يساعده على القيام بمراوغة واحدة ناجحة من أصل 10 كرات لمسها. ونوه المتحدث أداء حارس المرمى ياسين بونو وخط الدفاع المكون من غانم سايس ونايف أكرد وأشرف حكيمي ونصير مزراوي قبل أن يتم تبديله بسبب الإصابة التي تعرض لها. في السياق، اقتنص المنتخب المغربي تعادلا ثمينا أمام كرواتيا قبل أن ينازل في المباراة الثانية بلجيكا.